العسل في المغرب كيفاش كتجيك الجوده ديالو؟ وهذا التحريف ديال القران، لان في القران كاين واحد كونديسيون نيسيسير، كلي من كل الثمرات هذا اعطيني يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. ولكن لا كونديسيون نيسيسير هي كلي من كل الثمرات. كاع المغاربه باغيين يعرفوا كيفاش نعرف واش العسل مغشوش ولا لا. ديما كاين الطمع، يعني كاين دخلاء على الميدان كيشدوا شي عسل مثلا ديال الربيع ولا ديال الالف كيزيدوا فيه حليب ديال الطغموس باش كيعطي ديك حروره. مستهلك كيشجع الغشاش باش كيزيد يكبر، يعني ملي انت مستهلك بلاتي هاد النقطه اخويا خالد شكل علاش المستهلك كيعاون النحال باش يغش. فاش كيشري مع دو عسل معلف كيقول لي هذا ما عارفش عبار خلي هذاك اللي كيتصيدوا ولا ما عارفينش كيقول لي هذا عسل ديال الالف كيقول بغيت ندير وليداتك. رجعونا الجموديه دابا واش العسل خالد اللي كيجمد حر ولا لا؟ وهذا الصين كيعاني منه العالم كامل. العسل ديالو راه كيدخل المغرب وكيدخل وراه مصنع. بالنسبه للناس تيقول لك الدغموس خصو يكون حار، ملي كتحلكو كتشم الريحه بسرعه خاصك تعاود تشمها تلقى نفس انتونسيتي. كيفاش هاد القضيه ديال الحروره؟ واش الحروره في الفم ولا في القرجوطه؟ لا هنا فقط حيت كاين بزاف ديال الناس تيخربقوا في الدغموس. هو ضريبه الشهره ديالو.